السلام عليكم، معاكم طارق البدري. النهارده ان شاء الله في موضوع مهم حابب اتكلم فيه بخصوص الزيوت اللي موجوده حاليا في السوق. في الوقت الحالي اسعار الزيوت بقت غاليه قوي، وده خلى في منها مغشوش كتير في السوق. الاضرار بتنتج عنه ان هي بتعمل رواسب داخل المواتير، وممكن العربيه تجيب منك موتور او المكنه ترزع بسهوله. دي نقطه. النقطه الثانيه، الناس اللي بتاخر الزيت بتاعها. يعني انا عارف ان الزيت تكلفته بقت عاليه، في ناس ممكن تأخر في تغيير الزيت لما بيتأخر خواصه بتنتهي أصلا، فبيبقى عديم الجدوى داخل الموتور، فما بيقومش بوظيفته اللي المفروض يقوم بيها، فيبتدي برضه يتحرق ويعمل رواسب، والرواسب دي بتسد مصفة الزيت بتاعة ترمبة الزيت نفسها اللي مسؤولة عن ضخ الزيت داخل المحرك. امبارح كنت عند الميكانيكي، شفت عربية اسبرانزا 516 متعدل عليها موتور لانسر 1600. المكنه محروقه بالكامل من الداخل. لما اتكلمت مع الميكانيكي قال لي ده زيت مغشوش كان في العربيه، فالزيت سد المصفى، يعني المصفى اتسدت بالكامل من الزيت. ده الوضع بتاع المصفى وهي شكلها مسدود، في نفس الوقت الوضع بتاعها بعد ما نطفت. من الحاجات برضو اللي بتعمل رواسب داخل المواتير الاضافات اللي الناس بتضيفها على زيوت المحركات. زيت المحرك لو انت بتجيبه المواصفه واللزوجه المخصصه لموتور عربيتك، انت مش محتاج اي اضافات خالص تحطها للزيت بتاعك، لان احيانا في اضافات ممكن تحطها على الزيت بتحل الزيت بتاع العربيه الاصلي. يعني في ناس انا اعرفها جابت منتج معين حطيته على الزيت بتاعها، الزيت حل بقى عامل زي الميه، لان دي تركيبه كيميائيه ودي تركيبه كيميائيه. يفضل لو انت هتجيب اي اضافه تحطها للموتور تكون من نفس الشركه المصنعه للزيت، علشان ما يحصلش تضارب بين المواصفتين يبتدي من خلال الزيت يبوظ وتاثر على الموتور. برضو من الحاجات اللي بتعمل من الحاجات اللي ممكن تسد لك مصفة الزيت وانت فاكرها صيانه، موضوع الفلاش، انك انت تعمل فلاش للموتور، تجيب مواد اللي هي تذيب الترسبات اللي داخل المكنه، او ان هي تعمل تنظيف للمكنه. الحاجات دي كلها بتترسب في الكارتيره تحت، الترومبه بتسحبها. المفروض انت لما يجي تعمل فلاش للموتور او تنظف الموتور باي منتج من المنتجات دي، انك انت تنزل الزيت اللي مش نظيف بتاع العربيه، وتحط زيت اي ماركه رخيص مع الفلاش، تسيب العربيه دايره ربع ساعه، وبعد كده تنزله بالفلاش بتاع الزيت. ولازم تحل الكارتيره عشان تشوف في رواسب على ترمبه الزيت ولا لا، عشان خاطر انا دي حصلت مع حد اعرفه، عربيه فيرنا، والمصفى اتسدت منه، وكان هيجيب شورت بلوك، وكلمني وقلت له طب ارجع بص على المصفى، لقاها مسدوده. ولما نظف المصفى الموتور اشتغل معاه والدنيا ظبطت معاه. فموضوع اخواننا مصفة الزيوت اللي بتتباع بتجيبها من اي مكان مجهول الهوية، دي زيوت بتبقى دايما مضروبة. دايما بتلاقي عروض على زيت، يبقى جيركن الزيت يقول لك ب 1200 جنيه ومعاه فلتر هدية، ومعاه الزيت اصلا ارخص من ثمنه 800 جنيه ولا 700 جنيه. الكلام ده يعني لازم يعني تفكر قبل ما تشتري حاجة زي كده. كله بيلعب على المادة والفلوس. دي عربية بسبب المصفى اتسدت، الكرنك نفسه باظ، زي ما شايفين الركب بتاعت الكرنك كلها سلخت، فده هيخرج كرنك، فبالتالي ممكن يخرج البساتم، هيغير بساتم ويخرج شمايز، لان البساتم شكلها تعبان هي والشمايز اللي موجوده في المكنه. انما لو كانت على قد الكرنك كان ممكن خرط كرنك وغير بيلات على نفس راس البستم. فدي حاليا تكلفه عاليه. اغلب الصناعات دلوقتي مش تعمر، يقول لك روح هات شورت بلوك عشان ما تكلفش نفسك فلوس كتير. الهدف من الفيديو انك انت تتحرى المكان اللي بتجيب منه الزيت، دي نقطة. النقطة التانية، ما تأخرش الزيت، وتحط الزيت المطابق لمواصفة الموتور بتاعك. ده كان كل حاجة عن فيديو النهاردة. ليك استفسار سيبولي في تعليق وان شاء الله ارد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.